قال فصل مبعثه صلى الله عليه وسلم. فصل مبعثه. ذكر هنا المبعث، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بعث صلى الله عليه وسلم وله من العمر 40 سنة، وله من العمر 40 سنة. وذكر الحافظ رحمه الله تعالى قصة خديجة زوجه رضي الله عنها وتثبيتها له من أول الأمر. وكان المبعث بعد الزواج كما عرفنا ب15 سنة، يعني بقيت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعث بعد زواجه بها ب15 سنة، فكان بينهم عشرة عظيمة وحياة زوجية كريمة ومحبة. فكان عليه الصلاة والسلام لما حصل المبعث وجاءه الملك جاء إلى البيت يرجف خائفا عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر الذي فجأه، وهو يتحنث في غار حراء صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه المرأة الصالحة، المرأة الكريمة العاقلة الرزينة، تثبته صلوات الله وسلامه عليه بالكلام العظيم الآتي مما نقل ابن كثير رحمه الله تعالى بعضه. وهذا يبين لنا مكانة الزوجة الصالحة في مناصرة الزوج وتهدئته وتسميح خاطره والتعاون معه، فمما له الأثر العظيم في أعماله ومناشطه الدعوية وأعماله الخيرية. قال: ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين، أراد رحمة العباد، لأن الوقت الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام هو وقت كما جاء في الحديث نظر فيه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني قلة قليلة جدا من أهل الكتاب، منهم ورقة بن نوفل كما سيأتي ذكره، وإلا فجميع الأرض طبقت بالظلام وخيمت بالجاهلية والكفر والآثام، وأصبح لا يوجد على التوحيد وعبادة الله بالإخلاص إلا قلة قليلة جدا، وبقية من على الأرض مقتهم رب العالمين أجمعين. فلما أراد الله سبحانه وتعالى الرحمة بالعباد وأراد الكرامة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، حبب إليه الخلاء، يعني أن يخلو بنفسه وينفرد بعيدا عن الناس. فكان يتحنث بغار حراء، فكان يتحنث بغار حراء. غار حراء جبل في مكة فيه غار كان يأوي إليه النبي عليه الصلاة والسلام وينقطع فيه بعيدا عن الناس ليتحنث، أي يتعبد. التحنث والتعبد، كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان. ومنهم ورقة ابن نوفل ابن عم زوجته خديجة، ابن عم زوجته خديجة. فكما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، أي بعيدا عن جاهلية أهل الجاهلية الجهلاء وشركهم وضلالاتهم، كان يتعبد بالإخلاص لله عز وجل والتوحيد له سبحانه وحسن المناجاة إليه والانقطاع لذكره وحده عز وجل. فكان يتحنث بغار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية، قصيدته المشهورة اللامية، قال: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل. يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرقى حراء وينزل يتحنث ويتعبد لله عز وجل في ذلك المكان. بقي متحنثا متعبدا في غار حراء وقتا يتردد إلى ذلك الغار، ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان،
ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان، وكان ذلك يوم اثنين، كما يدل لذلك الحديث الذي مر معنا في صحيح مسلم، حديث أبي قتادة: وذلك يوم أنزل علي فيه أو بعثت فيه. ففجأه الحق وهو بغار حراء في رمضان وله من العمر 40 سنة، وهذا هو سن الأشد، ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة فجاءه الملك أي جبريل عليه السلام فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، لأنه عليه الصلاة والسلام نشأ نشأة لم يتعلم القراءة والكتابة، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغته حتى بلغ منه الجهد أي الشدة، غته أي الملك حتى بلغه الجهد، يعني بلغ به الشدة مبلغا، ثم أرسل، يعني غته ضمه وشده إليه حتى بلغه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، قال لست بقارئ ثلاثا، يعني 3 مرات يعيد معه هذه الطريقة وهو عليه الصلاة والسلام في الغار، يضمه ثم يرسله، وهكذا يعيد ذلك 3 مرات. بعد المرة الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكان هذا أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان هذا أول ما نزل، وفيه أن دين الله سبحانه وتعالى علم وتعلم وقراءة وتفقه في دين الله، مع الاستعانة بالله وطلب العون منه والالتجاء إليه، فالذي يعلم هو الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم. فالعبد مطلوب منه في هذا المقام التفقه والتعلم وطلب العون والمد من الله سبحانه وتعالى. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذه أول الوحي نزولا على النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، أطرافه عليه الصلاة والسلام ترجف من هذا الأمر، رجع ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة المرأة الرزينة العاقلة الرصينة الزوجة الصالحة، جاء إلى البيت وأخبرها بالذي حدث له، وقال قد خشيت على عقلي، لأن هذا أمر فاجأه عليه الصلاة والسلام في الغار وأهاله، والملك غته وأرسله، فالأمر كان شديدا على النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى البيت ترجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة وقال قد خشيت على عقلي، فثبتته وقالت أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، في أوصاف أخرى جميلة عددتها من أخلاقه عليه، ذكرت له أخلاق كثيرة، وهذا فيه أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن من كان معروفا بالإحسان بالبذل بالسخاء بمعاونة الناس بمساعدة المحتاجين لا يضيعه الله.
الله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فعددت له أخلاقه، أعماله، بره، خصاله، كرمه، معاملاته الطيبة العظيمة، عددتها له وأخذت منها هذا الاستنتاج العظيم، وهو قولها والله، تقسم بالله العظيم سبحانه وتعالى على كلامها لا يخزيك الله، لأنك معروف بهذه الصفات الفاضلة الكريمة. تقول ذلك مطمئنة له ومهدئة من روعه صلوات الله وسلامه عليه، تصديقا منها له وتثبيتا وإعانة على الحق. فهي أول صديق له رضي الله عنها وأكرمها، فهي أول صديق له رضي الله عنها وأكرمها. فكان هذا منها، من هذه المرأة الصالحة الرزينة العاقلة، تثبيتا للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أنها أخذته إلى ورقة بن نوفل، ولعل هذا نعم يأتي عند ابن كثير رحمه الله تعالى.